سنة 2003 وبالتحديد في القارة الآسيوية قرر الصيني هون لي، وهو طبيب صيدلي بالمناسبة، إنه يتوقف تماما عن التدخين التقليدي للسجائر العادية، وده بعد ما تسببت في بطل والده نتيجة إصابته بسرطان الرئة. وفي رحلة البحث عن بديل آمن للسجائر التقليدية، وده لأن الكيب فيزيل نجح وبعد محاولات عديدة في ابتكار أول نموذج حديث للسيجارة الإلكترونية، واللي بدأ في تسويقها على إنها سيجارة آمنة وخالية من المخاطر والأضرار. وكمان قال إنها بتعتمد على وجود سائل من مادة البي جي البروبيلين جلايك، وهي مادة عبارة عن مركب عضوي عديم اللون والرائحة، ولكنه بيدخل في العديد من الصناعات. ومع إضافة النيكوتين بنسب مختلفة هتاخد إحساس التدخين العادي، ولكن بدون ضرر المواد المحترقة الموجودة في السجائر العادية. وأنا قلت لك يا صديقي إنه ابتكر أول نموذج حديث، ده عشان لو أنت مفكر إن السجائر الإلكترونية هي اختراع اليومين دول، فخلينا ناخدك ونرجع بالزمن لسنة 1927 لما تقدم الأمريكي جوزيف روبنسون بطلب للحصول على براءة اختراع. ولما سألوه ليه، قال لهم إنه قدر يبتكر أول مبخر إلكتروني يعمل بالكهرباء، ومع ذلك مفيش أي إثبات إن كان نجح فعلا وقدم نموذج فعلي للابتكار ده أو لا. وعلى الرغم من إن اختراع العم روبنسون ما كانش مخصص لتفتيت التبغ، إلا إنه فتح الطريق والمجال عشان يجي بعد منه الأمريكي هيربرت جيلبر سنة 1963، ويتقدم برضه بطلب الحصول على براءة اختراع عن أول جهاز تدخين إلكتروني بعنوان Smoking Without Fire، ومعناها التدخين دون حرق، واللي اعتمد فيه على التصميم الأقرب للوقت الحالي، ألا وهو تسخين سائل بيحتوي على النيكوتين داخل جهاز مكون من بطارية وعنصر للتسخين عشان ينتج بخار بكمية كبيرة يدي للمستخدم نفس إحساس استنشاق دخان السجائر التقليدية، ولكن بدون ضرر. وعلى الرغم من الفكرة المبدعة دي، إلا إن التكنولوجيا وقتها ما كانتش كافية لتصنيع الجهاز بشكل تجاري، والفكرة بتاعته ما تقابلتش بترحيب وقبول يليق به، وبسبب كده أصبح ابتكاره غير قابل للتطوير أو التصوير. عشان يجي الأخ هول ليج سنة 2003 ويقدم أول نموذج يمثل شرارة الثورة والتجارة في عالم السجائر الإلكترونية، وكمان يحصل على لقب براءة الاختراع سنة 2007. وبمرور الوقت ومع خوف شركات التدخين التقليدية عن خسارة مكانتها في السوق، قررت هي كمان المشاركة في عملية تصنيع وتسويق السجائر الإلكترونية. وبغض النظر عن رحلة التطور والنمو، إلا إن السجائر الإلكترونية أصبحت من أنجح المنتجات في القرن الأخير، لدرجة إنها هددت بشكل كبير سوق سجائر التبغ التقليدية وسببت فيه خسائر تخطت مليارات الدولارات. لحد هنا والموضوع جميل جدا، فيهم خير الجماعة دول برضه بيدوروا على صحة الناس أهو. أمال بقى فين المشكلة؟ المشكلة يا صديقي في الخدعة الكاذبة اللي اعتمد عليها تجار هذه السموم في الترويج للمنتج المدمر بتاعهم، ألا وهي قال إيه؟ السجائر الإلكترونية مش بس صحية، دي كمان هتساعدك على الإقلاع عن التدخين. وعشان أبين لك قد إيه الجملة دي متخلفة، خليني أعرفك إن الإدمان بيحصل بسبب وجود مادة النيكوتين والمستخلصة من التبغ اللي بيتعود عليها الجسم بمرور الوقت ويبدأ إن هو يدمنها، وهي نفس المادة اللي اتخذت من السجائر التقليدية واتضافت للسجائر الإلكترونية زي ما هي. فبكل بساطة بدل ما تدمن سيجارة تقليدية، مبروك أنت أدمنت جهاز إلكتروني. وبسبب تنافي المنطق والكذب الواضح، قررت بعض الدول زي الولايات المتحدة في منع استخدام هذا الترويج الكاذب في الإعلان عن المنتج. فقالوا خلاص إدمان إدمان، بس على الأقل بتدمن منتج آمن وصحي، لأنه خالي من المواد المحترقة اللي موجودة في السجائر العادية. عشان ترد عليهم الأم الحنون واللي بتخاف على الشعوب بجد، ألا وهي WHO الورلد هيلث أورجانيزيشن أو منظمة الصحة العالمية، وتقول لهم حيلكم داخلين كده بفتحة صدر ومحدش هاممكم، وريني يا ابني انت وهو كده السجائر الإلكترونية دي بتقول ايه. ومن هنا توالت الفضائح لما أثبتت دراسات علم الأوبئة إن على الرغم من إن السجائر الإلكترونية هددت سوق التدخين التقليدي، إلا إنها بتزود معدل تعاطي السجائر التقليدية بمعدل 3 أضعاف، وخصوصا من غير المدخنين من الشباب. ودي كانت دراسة مفاجئة ولكنها منطقية، ده لأنك يا صديقي مجرد ما تدمن هذا الجهاز الإلكتروني الجذاب مش هيفرق لك بعدها إيه اللي أنت ممكن تشربه عشان يديك نفس الإحساس، حتى لو كان السجاير العادية، وخصوصا إنها أقل سعرا وأكثر توافرا. المشكلة التانية ظهرت 2019 لما سجلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أول حالة إصابة بمرض رئوي نتيجة إدمان السجائر الإلكترونية،
واللي اتوصف وقتها إنه مرض خطير وغير معلوم عشان يتفتح تحقيق واسع ومفصل عن أضرار النوع ده من التدخين. وتسجل بعدها الولايات الأمريكية أول حالة وفاة بسبب إصابة رئوية حاد، وتتوالى البلاغات بارتفاع أعداد المصابين والوفيات بأمراض وإصابات رئوية كان العامل المشترك بينهم هو إدمان السجائر الإلكترونية. وكملت الدراسات والأبحاث اللي بتثبت إن النيكوتين مادة خطر وشديدة الإدمان، وكمان بتزود معدلات الإصابة بسرطان الرئة، ده غير أمراض اضطراب القلب، بالإضافة لوجود مواد أخرى زي بعض المعادن التقيلة مثل الرصاص والمواد الكيميائية المسببة للسرطانات والعديد من النكهات الصناعية المرتبطة ارتباط مباشر بأمراض الجهاز التنفسي الحاد. كل ده غير احتمالية تعرض الجهاز للانفجار مع التسخين الشديد وقت الاستخدام، واللي ممكن يحصل بسبب غش التصنيع في الشركات المحلية أو شركات بير السلم، أو ممكن يحصل بسبب سوء استخدام من المدخن نفسه نتيجة إنه بيحاول يبتكر ويضيف مواد ما ينفعش إنها تنضاف. أما بقى الكارثة الأكبر والأخطر والمتعلقة بالسجائر الإلكترونية هي استهدافها للأطفال والمراهقين تحت سن ال 18 من خلال تصميمات جذابة ونكهات صناعية تخطت ال 16,000 نكهة. ولأن الشباب الصغير غير واعي وبيظن إن الموضوع بيكسبه قيمة إضافية لشخصيته الضعيفة أو يضيف ليه بعد الذكور، تضاعفت الأعداد بشكل كبير عشان تتفاجأ الدراسات إن أعداد المراهقين المستخدمين للنوع ده من التدخين بيتخطى ضعف عدد البالغين، خصوصا في بعض الدول اللي ما فيهاش سن أدنى للتدخين. وانتشر الموضوع لدرجة إنهم بيلاقوها مع إخواتنا الأطفال في الشوارع والمدارس. خبر صادم مش كده؟ ودي مصيبة وكارثة كبيرة هيبان أثرها خلال السنوات اللي جاية. خلاصة الكل يا صديقي، مفيش حاجة اسمها سجائر آمنة وغير ضار، وأنا عملت الفيديو ده بسبب انتشار أجهزة السموم دي حوالين وبين إخواتنا الكبار والصغيرين. فلو كنت متفكر تجرب بلاش، ولو تعرف حد عزيز عليك يهمك أمره اعمل له منشن في الكومنتات ووعيه عشان نتحد كلنا ونواجه خطر كبير بيأثر على كل حد مننا وعزيز علينا. أما بقى لو أنت بتشرب النوع ده من السجاير أو غيرها من السجاير العادية، فنصيحتي ليك جاهد نفسك وبطلها. أولا لأنها حرام، فهي مهلكة للنفس والصحة والعقل والمال. ولو مش فارق لك نفسك يا أخي، افتكر إن عندك عيلة وأصدقاء أو حتى جيران كلهم بيحبوك وهيزعلوا عليك لو لا قدر الله اتصبت بمرض أو قضيت على نفسك بسبب الكيف. صحتك ومالك أنت وبيتك أولى بيهم. تنساش اللايك والفولو أو السبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية. سلام.